لبى ملب وكفر. الله أكبر كلما طاف بالبيت طائف وكفر. الله أكبر كلما ضحى مضح وكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله المبدئ المعيد الذي من علينا بهذا العيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن هذا يوم قد علمه الله تعالى ورفع قدره، يوم يحيي فيه المسلمون سنة أبيهم إبراهيم عليه السلام بما يقدمونه من الأضاحي في هذا اليوم. وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وشوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وكان يقول: أنفقوا قليلا تؤجروا كثيرا. وهي سنة مؤكدة في حق الموسم حاجا كان أو غيره. ويبدأ وقت الضحية بعد صلاة العيد، وأما آخر وقتها فبغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. ولا يصح الذبح إلا بعد صلاة العيد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شاته شاة لحم، يعني ليس لها ثواب الضحية، إنما يكون ثواب الأضحية إذا ذبحت بعد صلاة العيد. وتجزئ التضحية بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. قال الفقهاء: لا يجوز ولا يصح بيع شيء من الأضحية أو جعل الجلد وغيره أجرة للجزاء، بل مؤنة الذبح على المضحي. فقد روى مسلم وغيره عن الإمام علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. وبالأضحية إخوة الإيمان قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. وذلك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام أوحي إليه في المنام أن يذبح ولده إسماعيل. فقد قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي، إذا رأوا شيئا فعلوه. فعزف سيدنا إبراهيم على تحقيق الرؤيا
يسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا حتى إذا ذهب بين الجبال قال له إسماعيل يا أبت أين قربانك؟ قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال إسماعيل اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا ينقطع عليك من دمي، فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي حتى يكون أهون للموت علي، فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني. فأقبل سيدنا إبراهيم يقبله ويبكي ويقول نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا. وقال مجاهد لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال إسماعيل ما لك؟ قال انقلبت. قال اطعن بها طعنا، فلما طعن بها نبت، أي لم تطعن ولم تقطع شيئا، وذلك لأن الله هو خالق كل شيء، وهو الذي يخلق القطع بالسكين متى شاء. وقد علم الله تعالى بعلمه الأزلي الذي لا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد أن إبراهيم وابنه لا يتأخران عن امتثال أمر الله تعالى، وأنهما صادقان في تسليمهما وامتثالهما. ونودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله تعالى خلص إسماعيل من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. تقبل الله منا صالح الطاعات، وجمعنا وإياكم العام القادم على عرفات، ورزقنا زيارة قبر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على كامل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي تقدس، الحمد لله الذي تقدس عن الأنداد وأحصى كل شيء عددا، وتنزه عن الأشباه ولم يزل فردا صمدا. والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى
سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار وأصحابه الأطهار الأنجاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. أما بعد، إخوة الإيمان، في يوم عيد الأضحى قبل 14 قرنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة أكد فيها على تحريم الدماء والأعراض والأموال. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. ثم قال: فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عباد الله، إن هذا اليوم يوم عبادة ونسك ودعاء، إنه يوم الصفاء والصدق، يوم الحب والوفاء، يوم البذل والعطاء، يوم الإنفاق والعطف على الفقراء. هذا يوم تمسح فيه دمعة اليتيم، هذا يوم بر الوالدين، إنه يوم توصل فيه الأرحام ابتغاء مرضات رب الأنام، ويوم تفقد المساكين، وزيارة قبور المسلمين، وزيارة المرضى، وإدخال البهجة والسرور على الأهل والجيران. إنه يوم تتصافح فيه الأيدي وتتألف فيه القلوب ويسعى فيه الساعون للإصلاح بين المتخاصمين. عباد الله، تراحموا وتعاطفوا وتصافحوا وتسامحوا وتزاوروا وتهادوا وبروا آباءكم وصلوا أرحامكم، فإن صلة الأرحام ثوابها معجل في الدنيا ونعيم مدخر في الآخرة، وتبسط الأرزاق وتبارك في الأعمار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واعلموا عباد الله بأن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته
جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجوارحنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. أعاده الله علينا بالخير والبركات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة محوشينا وهي كتب المحاضرة جهة مساجدك إن شاء الله تعالى أنكفى إلي سنة محاضرة ويكاس.
Halo. Mbak. Ah. Kami nado bami di rumah. Aysan argasa masaajidkan iyo dugsiga Quraanka oo la furay. boqol aad iyo aad ay faraxsanna oo macnaha dinka xalaal falay ku dadkii dhisan may dhahlayd. boqol ilaahay macnaha muraadkii leeyahay la asiisaasa dhacday aad iyo aad amaasanta. ya Allah ya diski bahata wala tagi ko yikatin ya wartama ana siyasle kudare ma gidari yes كساسانا عيد ونكسن عيد مبارك كساسانا مبارك يا ميل أدركت مقاشة يا أي هذا ميل أدركت كساسة يا والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طلبان علماء مساجد المعصيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تبعدي الموضة تاجر ما يقع سنة فقدان إذا كان صغران لنا من عليها مكابلة وبيت الله على الفقير إن شاء الله على الفقير مناسبة جاد عيد الأضحى يا برنامج مساجدك يا علوم بدن أيا مساجد كل صغير قلي إن بدن مساجد صدق إن شاء الله تعالى برنامج مواقع فعلا أو صحولي أيا دروس الدنيا مركا النجارو ملك نجارو ويا كفرنا بيت الله برنامج يكون كمنا ما يكفر دانه آية القرآن الكريم ما يعني أضياء يحيى مع الحسن يحيى مع الحسن تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد
مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فانهار